بص يا معلم، ايا كان الشخص اللي بيديك رأيه في حياتك فهو مش مسلم بيه اطلاقا، واصلا ملوش الحق انه يقول لك رأيه في حياتك كتوتال. الفيديو ده مش فيديو تنمية بشرية وجاي اديك كلمتين تحفيز والكلام ده كله خالص. بس فعلا انا لاحظت الفترة الاخيرة ان احنا مجتمعنا بقى ما شاء الله كل واحد مدي لنفسه الحق. ان انا لما مثلا هقابل اشرف، انت المفروض كنت دلوقتي تبقى وصلت لكذا. دي نقطة. النقطة التانية، هو انت ازاي لحد دلوقتي ما عملتش كذا؟ طب هو انت يا حبيب قلبي عارف ظروف حياتي؟ هو انت عارف كل تفاصيل حياتي؟ لا. اهلك نفسهم اصلا في حاجات انت بتعيشها اراهنك ان هم ما يعرفوش عنها حاجه. الحاجات دي ممكن تكون في حياتك العمليه، اصلا الحاجات دي ممكن تبقى في حياتك الشخصيه اللي هي الديب قوي او اللي جوه قوي اللي محدش فعلا يعرف عنها حاجه. محدش عارف انت انهارت كام مره، محدش عارف انت وقعت كام مره، محدش عارف انت بتعدي بايه كل يوم وبتستجمع طاقتك ازاي علشان تقدر فعلا تجاري الدنيا. فمحدش ليه الحق انه يجي يقول لي اذا كنت انا ناجح ولا لا. انا اكتر واحد ادرى بظروفي، انا اكتر واحد ادرى انا كل يوم بمر بايه وكنت بمر بايه، فاقدر اقول انا فين وهبقى صريح مع نفسي. لكن مش مطالب ان انا حضرتك وانت رايح او حضرتك وانت جاي تحط لي معايير هو انا ناجح ولا لا. تجربتي غير تجربتك، نجاحي غير نجاحك. انا مش مطالب ان حضرتك نجحت في سن معين بكرم وتوفيق ربنا وظروف معينه فالمفروض ان انا ظروفي تبقى نفس ظروفك. كل واحد نجاحه بيختلف عن التاني، والنجاح مش كله مادي، وحط تحت مادي دي مليون 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 خط. لان احنا للاسف بقينا في عالم رأس مالي بحت، فإن بنقيم قصص النجاح على انت بقى معاك كام في السن بتاعك دلوقتي. طب هتوصل لفين بعد كده مش مهم، انت دلوقتي معاك كام. فانا مش مطالب ولا انت مطالب ان كل اللي رايح واللي جاي يقول لك اذا كنت ناجح ولا لا، لان انت اكتر واحد ادرى واكتر واحد يعرف اذا كنت فعلا وانت صريح مع نفسك انت نجحت في حاجات كتير ولا لا.